السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد وتكون شفيعة لنا يوم القيامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا هنتابع مع بعض النهاردة. هنعمل للفراخ سقوة للإجهاد الحراري، مفيدة ليهم قوي. جيت أبص عليهم لقيتهم عندهم إجهاد حراري. هنبدأ مع بعض الفيديو ونشوف هنعمل ايه. جيت أبص على الفراخ لقيتهم بينهجوا زي ما احنا شايفين كده. طيب لو جيتي بصيتي على فراخك في الحر، يوم حر زي النهارده، ولقيتيهم بينهجوا كده، تعملي ايه؟ طب ما عندكيش حاجه تحطها لهم؟ ممكن تعملي لهم سقوه ليمون بنعناع. طب ما فيش، هتجيبي السقايه الكبيره بتاعتك دي وتعصري عليهم ليمونتين وميه من الحنفيه وهيبقوا زي الفل. عشان هما بينهجوا. جيت ابص عليهم لقيتهم نعسانين وكسلانين على بعض كده وبينهجوا. فانا هعمل لهم معاكم حالا السقوه دي. ادي السقايه 3 لتر، وهعصر عليها الليمون زي ما احنا بنعمل كده. الليمون ده هينعنش الفراخ شويه في الحر اللي احنا فيه ده. ممكن تعملي لهم قبل كده كمان من الصبح، لما تحسي ان اليوم في درجه حراره عاليه من الصبح تعملي لهم السقوه دي. ممكن تضربي لهم في الخلاط الليمون ده مع النعناع، هيبقى حلو قوي للاجهاد الحراري، هينعنش الفراخ ويفرفشها كده. لان كمان الفراخ زي ما قلنا قبل كده الفراخ ما بتعرقش. الفراخ ما عندهاش مسام عشان تعرق، فبتحبس بيحصل لها احتباس حراري في جسمها، بتبقى تلاقي جسمها سخن. الحاجه الوحيده اللي ممكن ترطب عليهم المشروبات اللي بيشربوها، هي دي اللي هترطب جسمهم. النهارده درجه الحراره عاليه شويه والجو حر. جيت ابص عليهم، انا ببص عليهم الصبح وبص عليهم كل ساعتين كده. تبصي على فراخك، ما تسيبهمش للحراره ولا للبرد، تبصي عليهم من وقت للتاني. حطيت لهم بقى سقوه الليمونه اهيت، ابتدوا هيشربوا منها دلوقتي لان بينهجوا ازاي. شايفين؟ لازم ما تسكتيش على اي عرض هتشوفيه على الفراخ، تتابعيهم اول باول. تفضل فراخك سليمه وزي الفل وما فيهاش اي حاجه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عمر 27 يوم. اللهم بارك يا رب. ما عدا سعيد ده. سعيد، انا مسميها سعيد علشان هو يعني حزين، مش سعيد والله، هو حزين خالص. شايفين؟ معاق في رجله، شايفه رجله عامله ازاي. جبت له علاج كتير ما فيش فايده فيه. هو دي اعاقه في رجله ملهاش علاقه. طبعا ما بيكبرش بسبب الالم اللي هو فيه، وبسبب ان هو ما بيقدرش ياكل كويس ويعافر مع الفراخ زي باقي الفراخ ما بتعافر. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. اهو تابعي فراخك اول باول علشان الفراخ تبقى زي الفل معاكي. تلاقي الجو حر، حط لهم سقوه ليمون بنعناع، حط لهم شويه كركديه، حط لهم شويه مفيش نعناع، حطي ليمون بس، عصوري ليمونتين زي ما انا عملت كده اهو زي الفل. او زيت نعناع ممكن تشتريه من زيت نعناع وتحط لهم شويه زيت نعناع من عند العطار، هيبقى الدنيا زي الفل. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناه وكومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.